دي حالة بتمس الجسم والعقل وكمان النفسية، وليها أعراض كتير مزعجة جدا. وجع شديد بيتنقل من المفاصل والعضلات، إحساس دايم بالإرهاق حتى لو أنت نمت 8 ساعات، صداع شديد ومزمن، اضطرابات كتير قوي في النوم، مشاكل في التركيز وفي الذاكرة. وده بيخلي الناس تسمي المرض ده ضباب دماغ. لا ومش بس كده، ده بيعمل اضطرابات كبيرة قوي في المعدة وفي القولون، بيعمل تقلبات مزاجية ممكن توصل للاكتئاب أو القلق، وبيسبب حساسية شديدة قدام الضوء القوي أو الصوت العالي أو الروايح النفاذة. يعني تخيل الجسم كله بيفقد توازنه، وكل ده يا أخي من غير سبب. فتخيل المعاناة اللي عنده المرض ده بيعاني منها. طيب مين أصلا ممكن يصاب بالمرض ده؟ الستات هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض ده، وخصوصا ما بين ال 30 سنة وال 50 سنة. والرجالة كمان ممكن يصابوا بيه بس بيحصل بشكل أقل. الفيبروميالجيا برضو ساعات بتحصل بعد عملية جراحية أو حادثة أو صدمة نفسية كبيرة قوي أو عدوى شديدة أو ضغط نفسي وعصبي شديد جدا، زي فقدان شخص غالي أو طلاق. وساعات كمان بيجي بالتدريج وبدون أي سبب واضح. بس الكارثة الكبيرة إن مفيش تحليل أو إشاعة يقدر يقولك إن أنت عندك المرض. كل التحاليل ممكن تطلع سليمة 100%، والدكتور بيفضل محتار وبيفضل يستبعد كل الأمراض الممكنة لحد ما بنوصل لأن أنت عندك فيبروميالجيا. طيب هل في علاج؟ للأسف مفيش علاج نهائي للمرض، لكن في طرق مختلفة ممكن تسهل شوية الحياة على الناس، زي الأدوية